بشر أخاك، أدخل السرور عليه. حتى مثلا لو رأيت إنسان مغتم قد ضاقت عليه الدنيا وتكالبت عليه الأمور فقل له أبشر، بشره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فإذا رأيت أخاك مكروبا فقل له أبشر، الفرج قريب. إذا رأيته في عسرة قل أبشر، اليسر قريب. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. أدخل السرور على أخيك المكروب، قل له انتظر الفرج. كلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج. ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. المهم أن الإنسان ينبغي له أن يدخل البشرى والسرور على إخوانه حتى يفرحوا وينشطوا ويؤملوا وينتظروا فرج. وينبغي للإنسان أن يكون متفائلا مستبشرا بالخير، وأن لا يرى الدنيا أمامه كالحة مظلمة فيستحسر ويقنط. وينبغي للإنسان أيضا إذا حصل له خير أن يهنأ به وأن يبشر به إذا كان مستقبلا. يهنأ بالخير إذا وقع، ويبشر بالخير في المستقبل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة.